الفيديو ده بيجاوب على سؤال للناس اللي عايزه تشتغل في الكوتشنج. هل لازم يعني اخد شهاده في الكوتشنج واروح ادرس، ولا اشتغل كوتش زي بقيه ناس كتير؟ ما ناس كتير بتسمي نفسها كوتش وفاتحه كوتش وبتشتغل. إيه المشكله يعني؟ والله يعني انت ممكن تعمل اللي انت عايزه، ما حدش هيقول لك انت رايح فين وجاي منين. ولكن الناس دي اللي بتقول على نفسها كوتشز وهم مش كوتشز they die fast، على طول البيزنس بتاعهم بينتهي. يعني اديهم 3 4 شهور، 6 ماكسيمم، وبعد كده خلاص بيطلعوا بره الدايره، لان هم ما بيعرفوش ازاي يمارسوا الكوتشنج صح. ف وبعدين يعني وعي الناس عن الكوتشنج زاد دلوقتي، ما من كتر بقى ما بقى فيه كوتشز ناس تتكلم عنهم بتاع، فوعي الناس زاد. فالشخص بيبقى فاهم لما بيدخل جلسه، حتى لو اتضحك عليه اول جلسه ولا تاني جلسه، بعد كده بيدرك ان الكوتش ده مش واخدني لحاجه، انا ما استفدتش كتير يعني. وعي الناس زاد، وبالتالي ان انت تشتغل كوتش كده احط اسمي والزق اي حاجه وخلاص مش هيجيب نتيجه. لو انت عايز تبقى يعني براكتسنج كوتش، وعايز يبقى عندك بيزنس ويبقى ليك اسم وسمعه، لازم تاخد شهاده محترمه من جهه محترمه. الحقيقه الشهاده مش بس مجرد ان انا احطها جنب اسمي، لكن الجزء الكبير فيها هو ان انت فعلا بتتعلم. انت علشان تبقى كوتش بتقرا كتير جدا، بتاخد يعني كورسات مختلفه كتير، بتمارس الكوتشنج، وفي منتورز بيبصوا عليك ويقولوا لك غلط صح عدل. انت بتشوف الكوتشز التانيين، بتوبزرف ايه اللي بيحصل، وبتشوف الجلسه مشيت كويس ولا مشيت خطأ، وايه السبب انها كانت كويسه ولا كانت وحشه. بيبقى بتشتغل على طول مع منتورز، ناس كل شويه تدخل تقول لهم يا جماعه انا عندي مشكله في الشخص ده، الكلاينت ده يعني. في جروب بيشتغل معاك، ففي علم بيتاخد، في ممارسه، في ناس بتحسن من ادائك. بتشوف كوتشز تانية كويسين قد ايه وعاليين قد ايه، وبتقدر تتعلم منهم. طبعا الناس هتقولي طب ما انا ممكن اعمل كده وانا قاعد. الحقيقه ما بيحصلش كده، لولا ان في امتحان، وان في شهاده لازم تاخدها، وان في جلسه لازم تعملها، وان لازم تسجل حاجه وتبعتها وناس تشوف الجلسه وتقيمها لك. لولا ده ما كناش اتعلمنا. لكن لو حاسبها على مزاجي ما حدش هيعمل حاجه. الحقيقة كل مرة أنا باخد شهادة أو باخد درجة يعني، أو بمارس يعني بدخل في كورس علشان أعلي من درجتي ككوتش، بذاكر وبتعب وباخد كورسات وباخد بعمل جلسات والناس تقيم الجلسة، فأنا بتحسن فعلا. زائد ان مثلا حاجه زي الامتحان، امتحان كيو ان ايه، ليا سؤال واسمها ايه مالتيبل تشويس، ف ام سي كيو مالتيبل تشويس كويستشنز، بتدخل يعني امتحان. لكن في ستادي جروب قاعدين وبنتناقش في الاسئله، والسؤال ده كان معناه طب يقصد بالسؤال ده كذا، ولا طب انا ككوتش المفروض اعمل كذا. فالناس تقول لك لا لا لا، ده المفروض تعملي هذا النقاش بيثري. لما اشوف ناس مختلفه، لما اجي اسجل الجلسه بتاعتي، بتعامل مع ناس، اجرب، وبعدين الجلسه يقولوا عليها لا مش كويسه يا رانيا لازم تظبطيها، فاعمل واحده تانية يقول لي اه دي كويسه، الحته دي عايزه تتعاد. فبيتحسن من الاداء. فالحقيقه وجود الشهاده مش مجرد ان انا بس بحط جنب اسمي وبقول اه انا معايا شهادات، لا، انت فعلا فعلا بتتعلمي حاجه. فعلا فعلا بتطحني علشان تقفي على رجلك وتحسي ان انت كوتش متمكن من ادواته. وبعدين بصراحة بعد فترة الواحد بيصدي، حتى لو أنا عندي كلاينتس وعندي ناس وشغالة معاهم، بس بعد فترة ريلاكس كده، خلاص ببقى إيه بقى ريلاكس. لولا بقى إن في امتحان تاني جاي، ولولا إن في حاجات هتتسجل تاني، ببتدي أنتبه لنقط كانت غفلت عني في البراكتس بتاعي. أنا مركزة قوي في الكوتشنج وما باخدش لا، بترجعي تاني تقري الكتب، ترجعي تاني تاخدي بالك في حاجات بتقع منك، بتشوفي كوتش ذاتيين بيمارسوا بطريقه مختلفه، فتقولي اه انا عايزه احسن من الحته دي. فالحقيقه هي عمليه يعني بتطور في ذاتك وادائك ككوتش بدرجه كبيره كبيره كبيره. فانا شايفه، والحقيقه هو ده الصح، ان انت تكون معاك شهاده من جهه معتمده. والجهه دي حتى الشهادات اللي بتديها لنا الاي سي اف دي ليها اكسبيريشن داي. يعني مش انا خلاص خدت الشهاده بقى واقعد 20 سنه، لا، انت بعد 3 سنين لازم تجدد الشهاده دي. يا اما تجددها، يا اما تاخد الليفل اللي بعدها، يا اما وتدرس وتذاكر وتدخل امتحان وتسجل جلسات. فهو ده اللي بيخلي الكوتش دايما عمال يشتغل. لكن اخد الشهاده وانام بقى واقول بعد 10 سنين انا ممكن ولا مثلا اعمل لي جلسه كل سنه، ده مش هيطور من ادائي باي حال من الاحوال.
فاهمين؟ ردا على السؤال، هل اخد شهاده علشان ابقى كوتش؟ ايوه، لازم تاخد شهاده، لان ده اللي هيخليك كوتش محترف بمعنى الكلمه، وده اللي هيبقى بقى معاك على ايه، على مدار السنين. اتمنى اكون جاوبت السؤال بتاعكم، وقولوا لي ايه رايكم في الكلام اللي انا قلته، ايه تعليقاتكم في الكومنتس تحت. كان معاكم رانيا سلطان، شكرا ليكم على متابعتكم.